هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهاردة هيبقى فيديو مهم جدا لكل البنات، وعنوان الفيديو بتاعنا النهاردة وهو ازاي اختار شريك حياتي او ازاي اختار العريس المناسب ليا. خلينا نتكلم في الموضوع واحدة واحدة. في الاول خالص خليكي عارفة ان اختيار شريك الحياة من اهم القرارات اللي انت هتاخديها في حياتك، لان بناء على القرار ده انت بترسمي حياتك الجاية كلها هيبقى شكلها ايه. وانت بتختاري شريك حياتك خليكي عارفة ان انت مش بتختاري حبيب وقريب للقلب بس، لا، انت بتختاري زوج وحبيب وقريب واخ وصديق واب ليكي انت ولادك فيما بعد. فينفعش تكوني عاوزة ولادك يكونوا بيصلوا بيصوموا محترمين وقريبين من ربنا وانت مختاره لهم اب ما بيركعهاش اصلا ولا بيصوم ولا محافظ على علاقته مع ربنا، فازاي اصلا هيحافظ على علاقته بيكي؟ وعايزه اقول نقطه مهمه جدا لكل البنات، ما تحطيش مقاييس جمال للراجل. النقطه دي غلط وكل البنات بتختار على هذا الاساس. جمال الراجل ملهوش اي 60 لازمه. جمال الراجل بالنسبه لي انا بيتحدد على اساس رجولته، جدعنته معاكي، ادبه، احترامه، حبه ليكي. في حاجات كتير قوي بتحدد جمال الراجل غير شكله خالص. انا مش بقول ان انتوا تختاروا واحد مثلا شكله مش حلو او مش عاجبكم انتوا شخصيا، لا، بس في بنات بتحط مقاييس جمال بس للراجل. انا عايزه الراجل ده يبقى شكله حلو ومش مهم بقى اخلاقه ومش مهم كل الحاجات التانية. وكمان انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، وهي ايه هي الشروط الاساسيه اللي المفروض اختار بيها شريك حياتي. لازم وانت بتختاري شريك حياتك يبقى فيه الثلاث صفات دول، وهم اهم 3 صفات. لو لقيتيهم في شريك حياتك يبقى انت كده خلاص ضمنتي الراجل اللي انت هتعيشي معاه. واول حاجه وهي الامان. لازم الشخص اللي معاكي يبقى صادق، ما يكونش خاين ولا كذاب، لان مع الخيانه والكذب الثقة والأمان اللي بينكو بيروح. تاني حاجة وهي الاحترام. لازم يبقى محترمك وعارف حدودك، ما يجيش مثلا وقت الخلاف ويهينك ولا يحاول ان هو يقلل منك ويكسر من مقاديفك. تالت حاجة وهي المسؤوليات المتبادلة. لازم يبقى شخص مسؤول، يبقى عارف ان بعد الجواز في شغل وفي انضباط، ويبقى مدرك ان هو بقى مسؤول عن بني ادم تاني. الثلاث صفات دول هما الامان، الاحترام، والمسؤولية، من اهم الصفات اللي لازم تبقى موجودة في شريك حياتك. ما تجيش مثلا واحدة تختار واحد مفهوش صفة ولا 2 من الثلاث صفات دول وتقول اصلا انا بعد الجواز هبقى اغيره. محدش بيغير حد بعد الجواز، لان اصلا احنا صفاتنا بعد الجواز بتزيد. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو واخدة واحد مهمل فهيبقى بعد الجواز مهمل اكتر، او واخده واحد مثلا كسول فهيبقى اكتر كسلا بعد الجواز، لانه خلاص هو بيبقى ضامن انكم اتجوزتوا. عايزه اقول حاجه لكل البنات، اختاروا صح. اختاري اللي يحترمك ويصونك ويحبك، اختاري اللي يعمل عشانك المستحيل. كل الرجاله دلوقتي او كل الشباب ربنا يعينهم عشان يتجوزوا بيحفروا في الصخر. اتجوزي ده، اختاري حد تكوني حاسه ان انتي واثقه فيه، حاسه معاه بالامان، حاسه ان ده هيبقى سند ليا في الدنيا. طبعا السند هو ربنا، بس لازم يبقى فيه سند في حياتنا. اختاري الراجل اللي ما تهونيش عليه، اختاري الراجل اللي يقف معاكي في مشاكلك، مش لما تتحط في مشكله يقولك روحي بقى لاهلك يحلوا معاكي المشكله دي. اختاري الراجل اللي بيحب وبيحترم اهلك، واختاري الراجل اللي علاقته كويسه مع اهله. خلي بالكوا ان انتوا مش بتتجوزوا الراجل بس، لا، انتوا بتتجوزوا الراجل وعيلته. لو هو مش كويس مع مامته ولا هو مش كويس مع اخواته البنات، اعرفي ان انت هتبقي في مكانهم في يوم من الايام. لو هو بيضرب اخواته البنات مثلا فاعرفي ان انت هتبقي مكانهم في يوم من الايام. خلي بالك من نقطة عيلته دي جدا. اختاري اللي بيحبك زي ما انت، ما يقعدش طول الوقت ينتقد فيكي وفي شكلك وفي جسمك. كمان انا عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا من شروط اختيار شريك الحياة، وهي ان انا اختار واحد متوافق معايا في مستواي الاجتماعي والمادي. يعني ايه؟ يعني ما تجيش مثلا واحدة مهندسة ولا دكتورة تروح تحب واحد مثلا ميكانيكي او سواق مثلا وقال ايه عشان انا بحبه. عايزة اقول لكم ان انتوا مش هتنفعوا مع بعض، مش هتكملوا. كل واحد فيكم هيبقى ليه مستوى في الفكر بتاعه، عمركم هتتلاقوا في نقطة واحدة، عمركم هتتفقوا خالص. وبرضه تتجوزي واحد في نفس مستواك المادي، يعني ما يجيش واحد وياخدني وينزل بيا تحت،
لا، هيحصل مشاكل كتير جدا بعد الجواز. يعني مثلا انت واحده مدلله في بيت اهلك، كل اللي بتطلبيه بيجيلك، فما ينفعش تتجوزي واحد اقل من مستواكي. لما تطلبي حاجه طبعا مفيش او اصبري شويه، انت مش هتقدري تعيشي، لان انت متربيه على مستوى مادي معين. هتتجوزي في مستوى تاني خالص، هتحسي ان انت اللي هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده. يا تتجوزي واحد ياخدك ويطلع لفوق، يا تتجوزي واحد يعيشك في نفس مستوى اهلك ما معيشينك عشان تقدري تكملي معاه حياتك. عايزه اقول لكم كمان نقطه مهمه جدا جدا، وهي ان البيت مش بيتفتح بالحب بس. ممكن يكون في بنات حاسه ان ممكن البيت يتفتح بالحب بس، انا بحبه وخلاص انا هقدر استحمل معاه كل حاجه. الكلام ده يعني هيروح بعد اول 6 شهور مثلا جواز. بعد ال6 شهور جواز بقى انتوا هتكونوا خلاص بقى انتوا شبعتوا من بعض وخلاص بقى، والحب مش هيفتح لك بيت. البيت بيتفتح على حاجات كتير مع الحب، يعني الحب طبعا اساسي، بس مع الحب بيبقى فيه حاجات تانية. البيت بيتفتح بواحد مثلا انت تكوني واثقة فيه، عارفة تتفاهمي معاه وتفكري معاه، حد يبقى حنين عليكي في مستواك المادي والاجتماعي عشان ما يحصلش مشاكل في النقطة دي بعدين. وعايزة اقول لكم ان الحب هيجي اخر حاجة خالص، بعد يعني 6 شهور جواز او بعد سنة مثلا هتلاقوا انه خلاص في حب بس مش حاجة اساسية زي ما كنا متجوزين الاول. انا كمان عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، وهي ان في بنات عندهم الجواز ده هدف، تارجت، انا لازم اوصل له، انا لازم اوصل للجواز ده قبل فلانه مثلا. مش مهم بقى الشخص ده عامل ازاي، اخلاقه عامله ازاي، يبقى متفاهم معاه ولا لا، كل ده مش مهم. المهم ان انا اوصل له قبل فلانه مثلا. في بنات فعلا عندها الجواز ده هدف او تارجت، مع ان ده مش صح خالص. انت لو مش متجوزه واحد انت عارفه تفكري وعارفه تتفاهمي معاه وقت الخلاف، بتعرفوا تحلوا انتوا الاتنين المشكله، انت هتندمي بعدين وهترجعي حاطه ايدك على خدك وهتقولي يا ريت اللي جرى مكان، وانت اللي هتشيلي شيرتك من الاخر. فطبعا احنا لازم نبقى مركزين جدا في اختيار شريك الحياه، لان زي ما قلت لكم انا حياتي بتتحدد بناء على القرار ده. اخر حاجه انا عايزه اكلمكم فيها وهي فتره الخطوبه. فترة الخطوبة مش معمولة عشان كل واحد يحاول يبين احسن ما فيه، كل واحد بيحاول يبين ان انا بص انا احسن منك، بص انا ما عنديش عيوب ازاي. فترة الخطوبة مش معمولة عشان نخرج بقى ونجيب دباديب ونجيب شوكولاتة وكل الكلام ده، لا. معظم البنات ناسيه الحته دي. فتره الخطوبه معموله عشان نركز على كل موقف بيحصل ما بيننا واحنا خارجين مثلا. في كميه مواقف كتير هتقابلكم، انت لازم تبقي مركزه مع كل موقف هو بيتعامل معاه ازاي، لان المواقف دي اللي بتبين الانسان على حقيقته وبتبين المميزات والعيوب اللي فيه، اللي انت عمرك ممكن ما تكتشفيها في فترة الخطوبة وانتوا قاعدين كده مع بعض. عايزة اقول لكم كمان لازم تختاروا شريك حياتكم ده عن اقتناع. حتى لو انت دلوقتي مش حاسة ان حد جه مناسب، ما تتأثروش بكلام الناس حواليكوا، ما تتأثروش بايه، لا انت لازم تتجوزي، قطر الجواز هيفوتك، انت قاعدة كل ده، ما تتأثروش بكل الكلام ده خالص، هما مش هيشيلوا الشيله بتاعتك. اقعدي استني اللي هتحسي معاه بالامان وهتحسي ان ده فعلا ده شريك حياتي، ده اللي انا هقدر اكمل معاه حياتي. عايزه اقول لكم يعني مثال، في بنات تفضل قاعده تستنى مثلا شريك الحياه المناسب ليها، ولما تيجي لسن معين مثلا في الثلاثينات كده تبدا بقى الناس اللي حواليها يزنوا عليها، انت هتفضلي قاعده، انت كل اللي هيجيلك بعد كده هيبقى بقى مطلق او ارمل او انت كده قطر الجواز فاتك وكل الكلام ده. فالبنت دي ساعتها قالت خلاص انا اي واحد هيجيلي انا هوافق عليه، خوفا بس من كلام الناس، خايفه فعلا القطر يفوتها، وخايفه ومن كتر زن اهلها عليها وافقت بواحد. الواحد ده طبعا اتخطبوا، قعدوا مع بعض شهر ونص، بعدين بدأوا يخرجوا مع بعض، بدأت تشوف مواقف ليه. مرة وهما خارجين مسك واحد ضربه في الشارع وضرب عنيف عنيف عنيف، فقالت لا هو ممكن عشان بس استفزه، مش هيبقى كده وكلام بقى من ده. حاولت تبرر لنفسها، وطبعا هي خايفة ان هي مثلا تسيبه لا تفضل قاعدة واهلها يبدأوا يزنوا عليها تاني. وبعدين وافقت واتجوزوا وقعدوا مع بعض حوالي سنة. في خلال السنة دي بدأت تشوف عيوب، بس كانت بتحاول ان هي تعديها، تحاول ما تخربش البيت وكل الكلام ده. بعد السنة دي بقى
حصلت مشكلة ما بينهم، راح مسكها ضاربها ضرب عنيف. فطبعا في خلال الفترة دي افتكرت طبعا كل المواقف اللي كانت بتحصل في الخطوبة، والمشكلة دي اتكررت مرة واتنين وتلاتة، وطبعا المشكلة دي خلاص ادت لانفصال. لكن رجعوا لنقطة اسوأ من اللي هم كانوا فيها، وعملت كده عشان كلام الناس اللي حواليها. فتقدروا بقى تقولولي الناس اللي حواليها استفادوا ايه، او هي استفادت ايه بكلام الناس اللي حواليها من القصه دي؟ انا بس عايزه اوجه رساله ان انتي ما تخاطريش، ما تقوليش انا هتجوز عشان فلانه اتجوزت قبل مني، او ما تخاطريش عشان مثلا اهلك بيزنوا عليكي، او ما تخاطريش عشان حاسه ان قطر الجواز خلاص هيفوتك. لا، استني، كده كده الشخص المناسب هيجيلك في الوقت المناسب، فما تستعجلوش وانتوا بتختاروا. حطوا المعايير بتاعتكم في اختيار شريك الحياة. ابدأي حطي امان، ثقة، اخلاق، احترام، ادب. ابدأي حطي معاييرك وشوفي الشخص اللي هيجيلك فيه المعايير دي ولا لا. لثانية واحدة بس خلوا الحب ده على جنب، وابدأوا اختاروا بعقلكم مش بقلبكم. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا من الفيديو. انا اتمنى ربنا يوفق كل البنات في حياتها وتختار فعلا الشريك المناسب ليها وتعيش حياة سعيدة فيما بعد، يعني ان شاء الله. هستنى دعمكم وتشجيعكم ليا. يلا باي باي.